نفرهروه. النهارده هاكلمكم عن نقل معابد أبو سمبل، وده مشروع كان ضخم جدًا وصعب جدًا، بصراحة اتعملت معجزة. لازم نعرف الأول إن المعابد دي مش معابد مبنية زي أي معابد تانية، لأ دي حاجة مختلفة خالص. المعبد الكبير بتاع رمسيس التاني والمعبد الصغير بتاع نفرتاري، الاتنين محفورين بالكامل في الصخر من 3300 سنة. إزاي اكتشفنا المعبد ده؟ بورخارت وبلزوني هما اللي اكتشفوا المعبد، وده كان سنة 1813، وكان متغطي تماما بالرمال، معرفوش يدخلوا. مشيوا، رجع تاني بلزوني لوحده في 1817 وقدر يحفر ممر في الرمال اللي مغطية المعبد ويوصل لداخل المعبد، وسرق كل ما يمكن حمله وخده ومشي وساب المعبد تحت الرمال زي ما هو ما كانش فارق معاه اكتشاف المعبد، هو كان فارق معاه انه ياخد التماثيل والقطع اللي هو ممكن يبيعها ويستفيد منها. سنة 1960 لما قررت مصر انها هتبني السد العالي، كان لازم كل معابد النوبة تتنقل من مكانها لحمايتها من الغرق تحت مياه بحيرة ناصر. تولت المهمة دي منظمة اليونسكو بعد ما عملت حملة دولية كبيرة لجمع التبرعات لتمويل المشروع. طبعا مشروع ضخم. طيب ازاي قدروا ينقلوا معبد ضخم زي معبد أبو سمبل بالكامل؟ أول حاجة بدأوا بيها بنوا حواجز حديدية وفولاذية حوالين المعبد لحمايته من ارتفاع منسوب المياه أثناء العمل، وكذلك أنشأوا حزام حديدي حول جسم المعبد لفصله عن الجبل، يعني قصوا المعبد بالكامل من الجبل. بعد كده بدأوا يقطعوا الأحجار والتماثيل بالمنشار الكهربائي، قطعوها لكتل ضخمة يتراوح وزنها بين 20 و 30 طن للحجر الواحد، ورقموا الأحجار طبعا ووضعوها كلها في مكان مجاور للتخزين. بالتوازي بقى مع هذا العمل اللي هو تقطيع الأحجار، كان في فريق آخر بيبني قبة صناعية من الخرسانة علشان تبقى شبه الجبل اللي كان المعبد فيه. القبة دي مفرغة من الداخل وغطوها من الخارج بالأحجار الطبيعية اللي اتقصت من الجبل نفسه، بحيث تكون مشابهة تماما للجبل الأصلي اللي كان المعبد محفور جواه. نقلوا كل الأحجار اللي اتقطعت من مكان التخزين وأعادوا تركيبها حول القبة الصناعية الجديدة وداخلها زي ما كانت بالظبط أيام الملك رمسيس الثاني، وده تم على بعد 200 متر من مكان المعبد الأصلي وعلى ارتفاع 65 متر من مستوى النهر. النهاردة اللي يشوف معابد أبو سمبل لا يمكن أبدا يتخيل إن معبد رمسيس وراه قبة صناعية مفرغة من الداخل، أو إنه اتنقل بالكامل من مكانه، تم فكه وتركيبه بالكامل. المشروع ده اتنفذ في وقت قياسي 4 سنين بس، من سنة 1964 إلى 1968. اتكلف 40 مليون دولار، ده كان مبلغ ضخم بالنسبة لوقتها. العالم كله شارك في جمع المبلغ، كل الدول اشتركت سواء بالأموال أو بالخبرات أو بالتقنيات. وبعد ما اتنقلت معابد أبو سمبل، نقلوا معبد الإلهة إيزيس على جزيرة فيلة في أسوان بنفس التقنية تقريبا. معبد فيلة كان موقفه مختلف، لأنه هو كان تقريبا نصه غرقان في المية منذ بناء السد القديم 1902 اللي احنا بنقول عليه دلوقتي خزان أسوان. معبد فيلة اتنقل من جزيرة فيلة واتحط على جزيرة اسمها جزيرة إيجيليكا. نفهم ايه من ده؟ نفهم ان الدنيا كلها مغرمة بحضارة كيميت، لان كيميت اصل كل شيء.